أعزائي المشاهدين، معكم فاتن صلاح وقناة صوت البحر. بنقدم شخصيات ناجحة على مستوى العالم لنستفيد من مشوار نجاحها. معانا النهاردة شخصية مشهورة، شخصية بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت. بيل غيتس اتولد في أكتوبر سنة 1955 في مدينة واشنطن. كان منذ صغره بيتميز بالذكاء وروح المنافسة، ويحب يتعرف على ما هو جديد. اتعرف على الحاسوب لأول مرة بعد ما ألحقه والده بأكاديمية ليكسايد الخاصة. أمضى معظم وقته مع الحاسوب، وفي سن 17 سنة أنشأ شركة صغيرة سماها تراف أو داتا. الشركة دي في السنة الأولى ليها حققت أرباح 20,000 دولار. بيل غيتس أسس شركة مايكروسوفت مع زميله والين. ثم بعد عام واحد أصبحت مايكروسوفت شركة مستقلة. في خلال 5 سنين بس من الشركة دي وإنشائها، تم إطلاق الإصدار الأول من نظام تشغيل الويندوز اللي احنا حاليا لسه شغالين بيه. سنة 2000 أنشأ بيل غيتس برفقة زوجته ميليندا غيتس جمعية بيل وميليندا غيتس الخيرية، ودي جمعية قدمت العديد من الخدمات لمحاربة الأوبئة خصوصا في الدول الفقيرة. مش بس كده، لأ، قدم آلاف المنح الدراسية. الغريبة بقى إن هو بعد 30 سنة رجع الجامعة عشان ياخد درجة دراسية يحصل عليها. يعني بصوا الإصرار قد إيه. وفي حفلة التخرج يعني قعد يقول لزمايله وهو بيضحك معاهم: أخيرا حققت درجة علمية أقدر أضيفها لسيرتي الذاتية. لو عجبك الفيديو اعمل لايك ودوس اشتراك للقناة عشان يجيلك كل جديد. سلام عليكم.